السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تتخيل إن في أكلات سعرها يوصل لعشرات الآلاف من الدولارات؟ أكلات مش بس غالية، دي بأرقام تخليك تعيد التفكير في معنى كلمة فخم. النهاردة هنتعرف على أغلى المأكولات في العالم وأسباب أسعارها الجنونية. تابع معانا للنهاية عشان تشوف أغلى أكلة في العالم. بس في البداية اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس علشان تشجعنا نعمل المزيد. شوكولاتة تواك أغلى وأفخم شوكولاتة في العالم، سعرها $500 للقطعة. بتتصنع في الإكوادور وهي غالية لأنها بتتصنع من سلالة قديمة ومهددة بالانقراض من الكاكاو، وإنتاجها محدود وبيتم يدويا، ولكل قطعة لها رقم تسلسلي خاص بيها. قهوة كوبي، حبوب قهوة مصدرها أندونيسيا، بتمر بعملية طبيعية نادرة لأن في حيوان هناك اسمه الزباد أو الواج بلغتهم بيأكل حبوب القهوة اللي بتمر في جهازه الهضمي وتخرج بعد كده، وبعدين بيجمعوها وينضفوها وبعدين بيحمصوها، وده بيغير طعمها تماما. سعر الكيلو يوصل $1500. فطر الماتسوتاكي، فطر نادر بينمو في غابات طبيعية محددة جدا تحت أشجار الصنوبر في اليابان وأحيانا في الصين وكوريا. موسمه قصير ومش ممكن يتزرع صناعيا، عشان كده ممكن يوصل $2000 للكيلو. لحم وجه الياباني الأصلي، لحم بيجي من بقر بيتربى بعناية شديدة جدا في اليابان في منطقة كوبي، والبقر ده له نظام غذائي خاص واهتمام يومي، وده بيخلي اللحم طري بشكل غير طبيعي وفيه نسبة الدهون المتداخلة عالية جدا. سعر الكيلو ممكن يوصل $3000. جبن بولي مصنوع من حليب الحمير، بيتعمل في صربيا في محمية طبيعية اسمها داسافيتسا. انتاجه محدود جدا لان الحمار بينتج كمية قليلة جدا من اللبن، وعلشان تعمل 1 كيلو جبن محتاج حوالي 25 لتر من اللبن ده، وسعر الكيلو حوالي $6000. الكمأ الأبيض وهو بينمو تحت الأرض في غابات طبيعية في إيطاليا، وبيتجمع يدويا وبمساعدة كلاب مدربة، ومش ممكن يتزرع صناعيا، والموسم بتاعه قصير جدا. سعر الكيلو منه يبدأ من $3000 وممكن يوصل $10,000. بيتزا لويس الثالث عشر بتتصنع في إيطاليا من ابتكار الشيف الإيطالي ريناتو فيولا، وبتتعمل حسب الطلب وفي بيت الزبون، وسعرها الغالي لأنها معمولة من مكونات فاخرة مثل الكافيار والجمبري الأحمر النادر وأجبان إيطالية فاخرة وزيت زيتون خاص. سعرها حوالي $12,000، والسعر بيشمل تجربة كاملة مش مجرد بيتزا. ونيجي بقى لأغلى أكلة في العالم وهي كافيار الألماظ، وده كافيار مأخوذ من سمك نادر جدا في بحر قزوين اسمه سمك الحفش الأبيض، والسمكة دي ممكن تعيش ل100 سنة، وهي بتحتاج من 20 ل 25 سنة علشان تنتج الكافيار. عشان كده أعداد نوعية السمك دي قليلة، وبالتالي الإنتاج محدود جدا، وهو بينتج في إيران وده أغلى نوع والأشهر، وبينتج كمان في روسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، وبيعبوه أحيانا في علب مطلية ذهب، وسعر الكيلو ممكن يوصل $25,000، وده بيخليه أغلى طعام في العالم. الغريب إن سعر الأكل أحيانا مش في طعمه، لكنه في ندرته وطرق إنتاجه والقصص اللي وراه. تفتكر الأكل الغالي ده يستحق الأسعار دي؟ قول لنا رأيك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يصلك كل جديد بنعمله. السلام عليكم.